السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم جبت لكم وصفة مغذية وسهلة، سلطة العدس. هاد السلطة كتجي لذيذة وصحية ومثالية للغدا ولا العشاء وحتى الأطفال ديالكم، لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات. تابعوا معايا الخطوات باش تشوفوا الطريقة، ونتمنى تعجبكم. ما تنساوش تشجعوني بلايك وتعليق، ونبداو على بركة الله. كما كتشوفوا خدينا جبانيه ديال العدس اللي سلقتها في الماء مع الملحه. زدت ليها 2 حبات ديال الخيار اللي قطعتها اجزاء صغيره، زائد 2 حبات ديال الطماطم اللي حتى هي قطعتها اجزاء صغيره، زائد نصف بصله حتى هي اللي قطعناها الى اجزاء جد صغيره، شويه ديال القزبور، جوج ديال المعالق حتى 3 د المعالق ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار على حسب الذوق ديال كل واحد، عصير ديال نصف حامضه، نخلطوا المكونات ديالنا حتى يتجانس الخليط. فرغوا الخليط في الاناء ديال التقديم. كما كتشوفوا سلطه سهله سريعه نقدروا نقدموها لوليداتنا الا ما كانوش كياكلوا العدس، ونديروها حتى في اللانش بوكس ديالهم، علاش لا. وللتزيين غادي نضيف واحد نصف حامضه، شويه ديال القزبور، ونرشو بشويه ديال الزنجلان للتزيين، وكيبقى اختياري. وهكذا نكون سالينا وصفتنا ديال اليوم، سلطة العدس الصحية ولذيذة. نتمنى تجربوها وتعجبكم كيف ما عجبتني. ما تنساوش تخليو لي الرأي ديالكم في التعليقات، وتشجعوني بلايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، وإلى الفيديو آخر إن شاء الله. صحة والراحة، شهية طيبة.